يا الله، السلام عليكم. بمعظم الديمقراطيات سواء كانت متقدمة أو بدائية يكون السلطة التشريعية أو تتكون السلطة التشريعية من غرفتين أو من مجلسين، وهذا اللي موجود مثلا في بريطانيا، في أمريكا اللي عندهم مجلس النواب وعندهم مجلس الشيوخ. في إيران واللي تعتبر ديمقراطيتهم ديمقراطية بدائية أو شكلية نوعا ما، عندهم كذلك مجلسين اللي هو مجلس النواب ومجلس تشخيص مصلحة النظام. إلا في العراق فإن السلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد ومن غرفة واحدة، ولا يقر قانون المجلس الاتحادي طبعا لأسباب سياسية. المجلس الاتحادي هو يشرع القوانين، 2 يراقب المجلس النيابي، و3 وهذه النقطة المهمة اللي اتفق ساسة العراق على إلغاء دور المجلس الاتحادي. المجلس الاتحادي هو قادر أو هو المجلس الوحيد اللي باستطاعته أن يحاسب رؤساء الأقاليم، وهي طبعا نقطة تفيد الكرد، واتفقوا طبعا مع ساسة العراق البقية على إلغاء دور المجلس الاتحادي. في أمان الله.